وانت في المدرسة عمرك سألت المدرس بتاعك ليه الاسم على الصفر ممنوعة؟ غالبا كان الرد عشان كده. ايه اللي كده؟ يقول لك هي كده، هنفضل بقى كده كده. ركز معايا، الحقيقة ان السؤال مش سهل ولا بسيط ولا حتى غبي زي ما كانوا محسسيننا. تعال نعيش الموقف سوا. تخيل انك معاك 10 تفاحات وانا واقف قدامك وبقول لك قسمهم على شخصين. هتقول لي سهل، كل واحد هديله 5. طيب ولو جيت وقلت لك قسمهم على 5 برضه هتقول لي سهل، كل واحد هديله تفاحتين. استنى بقى، لو جيت وقلت لك قسم التفاح ده على الصفر هتقول لي مين اصلا اللي هياخد ولا احنا هنهزر؟ هنا بقى المشكله يا معلم، ان الصفر مفيش شخص، مفيش مجموعه، مفيش حد نوزع عليه. انت كده بدأت تفهم معانا ان الصفر مفيش حد. خلينا نقرب الصوره اكتر. لو قسمنا 10 على الواحد الناتج يساوي 10. لو قسمنا 10 على نص الناتج يساوي 20. لو جينا وقسمنا 10 على 0.1 تقول لي يا عم بطل فزلكه، ايه 0.1 دي؟ اقول لك يعني 10. تعالى نرجع بقى للموضوع. لو قسمنا 10 على 0.1 الناتج يساوي 100. خدت بالك من اللي حصل؟ ان كل ما الرقم بيصغر الناتج بيحصل فيه ايه؟ صح، كان 10 بقى 20 بقى 100، بيكبر. طيب سؤال خطير، لو وصلنا للصفر نفسه الناتج هيبقى كام؟ ايه الاجابه؟ مفيش اجابه. وعشان كده الرياضيات خدت القرار الصعب وقالت الاسم على الصفر ممنوع. عشان كده المدرس كان بيقولك عشان كده، وبكده تكون عرفت ليه كان بيقولك عشان كده. انزل دلوقتي اشترك في القناه وعرفني الفيديو عجبك بلايك وكومنت حلو، وما تنساش تفعل الجرس عشان اول ما انزل الفيديو الجاي تكون انت اول واحد يشوفه. وفكره الفيديو الجاي هتكون عن، لا دي مفاجاه بقى، فاتاكد انك مشترك في القناه وبس كده. الفيديو الجاي بوم.